مبروك الفوز. يعني اليوم الكرة العراقية أو المنتخب العراقي في كأس العرب يضرب أكثر من عصفور بحجر في هذا الانتصار. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك للشعب العراقي، ألف مبروك للجمهور، ألف مبروك للإعلام اللي ساندنا، ألف مبروك للكادر التدريبي. الحمد لله والشكر إنه ظهرنا بصورة طيبة، فوز وأداء الحمد لله والشكر. نشكر المدرب على الثقة اللي انطانا إياها، تقريبا إنه 7 لاعبين أول مرة شاركنا بهذه البطولة، لأن الكل يعرف إن المباراة الأولى كان أكثر لاعبين جهد عليهم، فريح تقريبا 7 لاعبين. نشكر المدرب على الثقة اللي انطانا إياها، الحمد لله والشكر قدرنا إنه نتأهل مباراتين 6 نقاط الحمد لله والشكر. يعني هذه تأهلنا، فتنتظرنا مباراة الجزائر هي تحقيق المركز الأول والثاني. فإن شاء الله احنا كلاعبين عازمين على تحقيق إنه ندخل كل مباراة ناخذ 3 نقاط إن شاء الله. علي، التركيز أكثر على المحطة الجاية، الكل منتظر العراق في الملحق. أكيد أنت أحد اللاعبين اللي لا عنده فرصة أن يتواجد في الملحق، أو إن شاء الله إذا تأهل المنتخب العراقي. اكيد يعني الكل يعرف انه احنا هذه اللي من جينا لكاس العرب اكثر لاعبين الدوري المحلي، فالمدرب هي هذه فرصه حتى يشوف اللاعبين المحليين اللي في الدوري المحلي، هي هذه فرصه نثبت له انه ان شاء الله نقدر نمثل اللي هي في شهر الثالث بالمكسيك. فان شاء الله هي هاي فرصه اللاعبين ان شاء الله يعني يقدموا كل ما عندهم، وهي هاي هم الفرصه كبطوله عرب، انه فرصه انه نسوي انجاز لنفسنا. يعطيك العافيه حبيبي، شكرا جزيلا لك كابتن، ومستمرين معكم مشاهدينا الكرام مع اكثر من لاعبين من المنتخب العراقي.